السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي ركز معايا في اللي هقوله لك، ده مهم جدا. تفاصيل مهمة جدا على ايد وعلى لسان واحد من نادي الزمالك شخصيا. مين هو؟ بس كمل معايا الفيديو ولايك، اشتراك عشان يوصلك كل جديد، فعل الجرس على الكل. كريم حسن شحاتة. كريم حسن شحاتة بيعلن رسميا على مسؤوليته ان إمام عاشور رسميا في النادي الأهلي، والأهلي يعلن ضم إمام عاشور بعد مباراة القمة. الأهلي سيتم إعلان صفقة إمام عاشور من ضمن صفقات النادي الأهلي الجديدة. بعد مباراة القمة هيتم إعلان الصفقة دي على مسؤولية كريم حسن شحاتة، وقال إن الصفقة خلصت 100%، وخلص كل حاجة، وقال ان الكلام ده على مسؤوليته. وقال كمان ان النادي الاهلي منتظر بس بعد مباراة القمة ليتم الاعلان رسمي عن الصفقة، وبالتالي هتبقى ضربة قوية جدا من الخطيب او من النادي الاهلي لنادي الزمالك. مع ان انا شايف ان نادي الزمالك ملوش علاقة، معرفش ليه الناس مدخلة نادي الزمالك في الموضوع، مع ان هو مش طرف، لان نادي الزمالك باع اللاعب بيع نهائي. فانت مالكش دخل ان انت اللعيب دلوقتي اي نادي يشتريه هو حر، وبالتالي النادي الاهلي يحق ليه ان هو يخلص في اللعيب، وبالفعل بيقول ان هو خلص في اللعيب. وهنشوف الحقيقه فين في الايام اللي جايه، ولكن دي الاخبار المتداوله وده اللي بيحصل دلوقتي، والواضح هو ده. عشان بس تتاكد من الاخبار دي في الفيديوهات اللي جايه، اتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على الكل، عشان دي اهم حاجه، يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو بالخبر الجديد، واي فيديو جديد يوصلك على طول قبل اي حد. لايك، اشتراك. مع احمد الافندي الحقيقه بس عندي على قناه باكورد. دايما اشوفكم على خير، اسيبكم في رعايه الله. سلام.